جراثيم مزعجة على ايد عمر عشان مش بيغسل ايده كويس. يلا بينا نشوف حدوتة عمر ايه. كان يا مكان، كان في ولد اسمه عمر، كان بيحب يلعب في الحديقة مع أصحابه. ولما عمر بيخلص لعب كانت مامته تقوله: يلا يا عمر نغسل ايدينا بالمية والصابون. بس عمر كان دايما بيهرب ويقول لمامته: ايدي نضيفة يا ماما، انا مش شايف اي حاجة وحشة عليها. ضحكت مامته وقالت له: يا عمر، في كائنات صغيرة بتيجي على ايدينا ومش بنشوفها بعينينا، اسمها الجراثيم المزعجة، دي بتخلي بطننا توجعنا. عمر ما صدقش كلام مامته، وفي نفس اليوم بدأت بطنه توجعه. قال: يا بطني، يا ترى ايه اللي حصل لي؟ مامته طمنته وقالت له: دي الجراثيم المزعجة، بس ما تخافش، انا عارفة السر اللي يخليهم يهربوا. مامته خدته للحوض وورته ازاي المية والصابون هما القوة الخارقة اللي بتقتل الجراثيم. ومن يومها بقى عمر هو اللي بيجري ويغسل ايده من نفسه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا منتوتة؟